كتير مننا بيبقوا متحمسين جدا لما بييجوا يشطبوا بيت جديد او يجددوا شقتهم القديمه، صح؟ الواحد بيبقى نفسه يعمل حاجه مختلفه، حاجه تعبر عنه، حاجه تخلي المكان شكله حلو ومريح، بس فجاه بيتوه في بحر من الافكار والستايلات. الصور اللي بيشوفها على الانترنت وعلى السوشيال ميديا تلاقي نفسك بتسال هو ايه الفرق بين المودرن والمينيماليست والكلاسيك؟ يعني ايه بالظبط ريفي؟ هل ده يمشي معايا ولا لا؟ البوهيمي ده مش اوفر شويه؟ الاسكندنافي ده مش بارد قوي؟ يا عم انا دماغي لفت، فما تقلقش خالص، انا هنا النهارده عشان افكلك اللغز ده وابسط لك الدنيا وافهمك اشهر انماط التصميم الداخلي، ونعرف سوا ازاي تختار الستايل اللي بجد يناسبك ويعبر عن شخصيتك وذوقك. الموضوع ابسط مما تتخيل ومحتاج بس شويه تركيز وفهم. طيب قبل ما ندخل في التفاصيل ونشرح كل ستايل لوحده، خلينا الاول نفهم يعني ايه اصلا نمط تصميم داخلي. بص يا سيدي، تخيل كده انك بتعمل اكله، كل اكله ليها وصفه معينه، صح؟ ليها مكونات محدده، ليها طريقه تحضير خاصه، ليها توابل وبهارات مميزه، وكل ده بيخلي طعم الاكله مميز ومختلف عن اي اكله تانية. نفس الكلام بالظبط في انماط التصميم الداخلي، كل نمط تصميم ليه وصفه خاصه بيه، ليه مكونات اساسيه، ليه عناصر مميزه، ليه الوان وخامات معينه بتميزه، وكل ده بيخلي الستايل ده مختلف ومميز عن اي ستايل تاني، وبيدي المكان شخصيه وجو خاص بيه. بس ليه مهم اننا نفهم الانماط دي؟ عشان ببساطه فهم الانماط بيساعدك تحدد ذوقك، وبيساعدك توصل فكرتك للمصمم اللي هتستعين بيه، وبيساعدك انك تختار الاثاث والديكور الصح، وفي الاخر الهدف انك تخلق مكان مريح ومتناغم، مكان بتحس فيه بالراحه والسعاده، ومكان بيعكس شخصيتك وذوقك. فيلا بينا بقى ندخل في الجد ونشرح اشهر انماط التصميم الداخلي، ونشوف ايه اللي بيميز كل ستايل، وايه العناصر الاساسيه فيه، وايه هي التفاصيل بتاعته. اول ستايل معانا هو النمط المودرن، وده من اكتر الستايلات اللي بنشوفها دلوقتي وكتير من الناس بتحبها. المودرن يعني عصري، حديث، بسيط وانيق في نفس الوقت. هتلاقي فيه خطوط نظيفه ومستقيمه في الاثاث والديكور، بساطه وعمليه في كل حاجه، الالوان محايده زي الابيض والرمادي والبيج والاسود مع لمسه لون قويه، والخامات بتبقى طبيعيه ومعدنيه زي الخشب والزجاج والمعدن والجلد، الفراغات مفتوحه والاضاءه طبيعيه. الستايل ده بيناسب اللي بيحبوا البساطه والاناقه والعمليه والالوان الهاديه والخامات الشيك، وكمان اللي عندهم بيوت او شقق صغيره وعاوزين يحسوا ان المكان اوسع. الستايل التاني هو النمط المينيماليست، وده يعتبر اقصى درجات البساطه. المينيماليست يعني اقل حاجه ممكنه، كل حاجه ضروريه بس الفراغ هو البطل. هنلاقي اقل عدد ممكن من العناصر، فراغات واسعه وفاضيه تقريبا، الوان محايده جدا زي الابيض وشويه رمادي فاتح او بيج فاتح، خامات بسيطه وطبيعيه زي الخشب الفاتح والزجاج والمعدن البسيط. هنا الوظيفيه في اقصاها، كل عنصر في المكان لازم يكون ليه وظيفة أساسية. الستايل ده بيتناسب مع اللي بيدوروا على الهدوء والسكينة والراحة النفسية والنظام والترتيب، واللي بيحبوا الفراغات الواسعة والإضاءة الكتير، واللي عندهم كمان بيوت صغيرة جدا وعاوزين يحسوا إن المكان أكبر وأوسع ومش زحمة. الستايل اللي بعد كده هو الستايل الصناعي، وده يعتبر ستايل خشن وقوي ومختلف. النمط الصناعي بيستلهم أفكاره من المصانع القديمة والمخازن وورش العمل. هتلاقي فيه خامات خشنة ومكشوفة زي الطوب، الخرسانة، المعدن والخشب الخام. الأنابيب والأسلاك المكشوفة بتعتبر جزء من الديكور، أثاث معدني وخشب خام ممكن يكون عتيق أو مصدي، ألوان داكنة ومحايدة زي الأسود والرمادي الداكن والبني الداكن والبيج مع لمسة لون معدني، وبيستخدم كمان معاه إضاءة صناعية قوية. الستايل ده بيناسب اللي بيحبوا الستايلات المختلفة وغير التقليدية، والخامات الخشنة والمكشوفة والجو الصناعي والألوان الداكنة والقوية والشخصية الجريئة، وغالبا بيبقى للشباب أو العزاب اللي عندهم روح المغامرة والتجديد. أما الستايل الرابع وهو النمط الكلاسيكي، وده ستايل فخم وأنيق وراقي جدا. النمط الكلاسيكي بيستلهم افكاره من القصور الملكيه والبيوت الفخمه والديكورات القديمه. هتلاقي فيه اثاث فخم ومزخرف من الخشب الغالي والاقمشه الفاخره، هتلاقي نقوش وزخارف كتيرة في الحيطان والأرضيات والأسقف، هتلاقي ألوان دافئة وغنية زي الذهبي والبيج والكريمي والبني والأحمر الداكن والأخضر الداكن مع لمسة ذهبية أو فضية، هتلاقي دايما خامات فاخرة وثمينة زي الرخام والجرانيت والخشب الغالي والحرير والقطيفة والجلد الطبيعي، هتلاقي إضاءات كلاسيكية ونجف كبير وأنتيكات ولوحات فنية. الستايل ده بيناسب اللي بيحبوا الفخامة والرقي والأناقة، البيوت الكبيرة والقصور
القصور والديكورات الفخمة والألوان الدافئة والخامات الثمينة والتحف والأنتيكات، واللي عندهم كمان طبعا ميزانية كبيرة ومستعدين إن هم يستثمروا في ديكور فاخر يدوم إلى الأبد. أما خامس ستايل معانا هو النمط الريفي، وده ستايل دافي ومريح وبسيط جدا. النمط الريفي بيستلهم افكاره من البيوت الريفيه والمزارع والطبيعه، هتلاقي فيه خامات طبيعيه وبسيطه زي الخشب الخام والحجر الطبيعي والطوب الاحمر، وفي الاقمشه بتلاقي القطن والكتان والصوف، الوان دافيه وطبيعيه زي الابيض الكريمي والبيج والبني الفاتح والاخضر الزيتوني والازرق السماوي. بنستخدم فيه اثاث خشبي بسيط ومريح، ممكن يكون عتيق او مستعمل. بنستخدم عناصر ديكور ريفيه وبسيطه زي السلاسل الخوص والأطباق الفخارية والنباتات الخضراء والأقمشة القطنية. بنحاول نخلق أجواء دافية وحميمية، والنمط ده بيناسب اللي بيحبوا الطبيعة والهدوء والراحة الريفية والبيوت المريحة والبسيطة. وأكيد ده ممكن يكون مناسب أكتر الناس اللي عندها بيوت في الريف أو في أماكن هادية وعاوزين يعيشوا جو الطبيعة جوه بيوتهم. سادس ستايل معانا هو النمط البوهيمي، وده ستايل مجنون وملون وحر جدا. النمط البوهيمي بيستلهم أفكاره من الفنانين والرحالة والأرواح الحرة، هتلاقي فيه ألوان زاهية ومبهجة، أنماط ورسومات كتيرة ومتنوعة، خامات طبيعية ومتنوعة زي الخشب والخيرزان والقش والقطن والكتان والحرير والمخمل والجلد. بيستخدم أثاث وديكور متنوع ومختلف، ممكن يكون في حاجات منها عتيقة وحاجات تانية جديدة، ونباتات خضراء كتير بتزينه في كل حتة. النمط ده بيناسب اللي بيحبوا الألوان والحياة والحيوية والطاقة والستايلات المختلفة والغير تقليدية والمجنونة. الناس اللي بتحب انها تعبر عن الذات وتتميز وتعمل اختلاف. بيناسب الفنانين والمبدعين والارواح الحرة واللي عندهم شخصية جريئة ومرحة. سابع ستايل معانا هو النمط الاسكندنافي، وده ستايل بسيط وانيق ومريح جدا. النمط الاسكندنافي بيستلهم افكاره من الدول الاسكندنافية، هتلاقي فيه بساطة ووظيفية، اثاث وديكور بسيط وعملي ومريح وغير مزخرف، ألوان فاتحة ومحايدة زي الأبيض والرمادي الفاتح والبيج الفاتح والأزرق الفاتح والوردي الباهت، خامات طبيعية ودافئة زي الخشب والصوف والجلد الطبيعي والكتان والقطن. يستخدم فيه إضاءة طبيعية وصناعية دافئة، عناصر ديكور بسيطة وعملية زي الشموع والبطانيات الصوف والمخدات المريحة والنباتات الخضراء البسيطة والتحف الخشبية البسيطة. الأجواء بتاعته بتكون دافية ومريحة وعملية، والنمط ده بيناسب اللي بيحبوا البساطة والأناقة والراحة والهدوء، وكمان الألوان الفاتحة والخامات الطبيعية وعناصر الديكور البسيطة. وممكن يكون مناسب أكتر للي عندهم بيوت صغيرة أو شقق وعايزين يحسوا إن المكان أوسع وأكبر وأكثر إشراقا وإضاءة. وبكده نكون خلصنا شرح أشهر 7 أنماط تصميم داخلي. طبعا في أنماط تانية كتير، بس دول يعتبروا الأشهر والأكثر استخداما دلوقتي. عشان تختار النمط اللي يناسبك فكر في شخصيتك وذوقك، وإيه الحاجات اللي بتحبها في حياتك، وايه الالوان اللي بتريحك، وايه الاجواء اللي بتفضلها، وهل انت شخص بسيط وعملي ولا شخص مرح ومغامر ولا شخص فخم وراقي. وشوف صور كتير وديكورات مختلفة واعمل زي مود بورد لنفسك، وحاول انك تستشير مصمم ديكور محترف لو انت تايه ومش عارف تبدأ منين. في النهاية يا جماعة اهم حاجة في الديكور انك تستمتع وانت بتصمم البيت بتاعك عشان تخلق مكان بيعبر عنك وتحبه بجد. وما تقلقش من الاخطاء، الديكور مفيش فيه صح وغلط، بس فيه ذوقك وشخصيتك. اختار الستايل اللي قلبك يرتاح له عشان بجد تستمتع ببيت احلامك. يا رب يكون الفيديو ده كان مفيد ليكم وفهمكم فعلا اكتر انماط التصميم الداخلي شهرة، وعرفتوا ازاي تختاروا الستايل اللي يناسبكم. قولوا لي في التعليقات ايه هو اكتر ستايل عجبكم، وايه الستايل اللي بتفكروا تطبقوه في بيتكم. مستني رايكم وتفاعلكم مع الفيديو باذن الله. اشوفكم الفيديو اللي جاي.